هلو يا جماعة. انا مش من النوع اللي بعرف اعمل unboxing و recommended things وحاجات كده، بس انا قررت الفترة اللي جاية لو جبت حاجة وصناعة محلية صناعة عربية هريكومندد ليها لو تستحق. فحوريكوا انا جبت ايه، وفعلا يعني لازم اشكرهم، وكمان I will recommend it for it. يعني اتمنى انها ايه، ما بعرفش اعمل الكلام ده، بس ايه هعمله معاكم. this is the first time، دي اول مرة. ماشي، نبتدي اعمل ايه. نقصها ونبص كده انا جبت ايه. نكمل part 2. انا دي الباك، مش عارفة الداست باك بتاعتها، مش عارفة هتبقى واضحة ولا لا. الاسم دي دي هاند ميد ليذر. انا شفتها بصراحة مع شخصية جميلة بتطلع كتير على تيك توك، وبشوفها على الانستا، ماني ترك. سيدة جميلة بصراحة وبعشقها. ف كانت راحت معرض تراثنا وشافتهم هناك وجابت من عندهم حاجات. لما شفت الشنطة دي عجبتني قوي وقلت انا لازم اجيبها. انا من النوع اللي يعني نقول ايه، يعني تنكة كده شوية في نفسي في موضوع اللبس وكده، وبراندات بقى وحركات بس، ولكن مؤخرا نتيجة حالة اقتصادية والمقاطعة للمنتجات الأجنبية، أو شراء منتجات تدعم معرفش مين ومين ومين. ففي منتجات محلية بديلة وتستحق ان الواحد يجيبها، ان كان في اللبس بقى، ان كان في الشنط، ان كان في الشوزات، ان كان في الكلام ده. واحنا بلد مشهورة بمصنوعاتها الجلدية بصراحة. فإندي ليذر يهتموا بالتفاصيل، والبرودكتس بتاعتهم الصراحة احسن مليون مرة من الحاجات البراندات البلاستيكات اللي ايه احنا بنجيبها. مش عارفة الشنطة واضحة ولا لا. بصوا لديتيلز يا جماعة، بصوا شايفين الجمال. إذا انتوا شايفين القمر، شايفين الديتيلز، بصوا من جوه عاملة ازاي. مش عارفة تبقى باينة قوي ولا لأ. شايفين الايد، شايفين الفينش. يعني عايزة اظبط بس الموبايل كده ثانية. شايفينها جميلة جدا. ده ظهرها وده كده. تمشي طبعا على كل حاجة، احسن مليون مرة من ماركات ديور بقى، مش عارف ايه، الماركات بقى اللي بالي بالكو، مايكل كورس، معرفش ايه. ومنتجاتنا الحقيقة رخيصة مقارنة بحاجات تانية. جلود طبيعية، معاملتهم تحفة، تسليمهم في الميعاد، واسعارهم تجنن، وكواليتي تهبل، وهم يستاهلوا كل الدعم والتقدير. انا I recommend it for it. so nice, I love it. تجنن، حلوة. وميرسي كتير على معاملتكم التحفة، وميرسي كتير ان في زيكم بيصنع ويعمل في صمت منتجات تجنن. وميرسي يا اماني ترك على انك انتي عرفتينا بحد جميل كده. شكرا.